قصة رسائل دودلستون بتبدأ سنة 1984 مع كان ويبستر اللي كان مدرس كمبيوتر، وكان ساكن في بيت قديم من القرن ال 18 في قرية كانت بتبعد عن مدينة تشستر في انجلترا. كان عايش مع صاحبته ديبي وصاحبهم ناك، وكانوا بيستخدموا جهاز كمبيوتر من نوع BBC مايكرو، وده كان جهاز بسيط شغال بشاشة نصية والكتابة عليه كانت عبارة عن نصوص فقط. في البداية الحياة كانت ماشية عادي جدا لحد ما بدأ يحصل شيء غريب. ظهر على شاشة الكمبيوتر رسالة غير متوقعة تماما، كانت مكتوبة بلغة غريبة قديمة جدا بتشبه اللغة الإنجليزية اللي كان الناس بيكتبوها في العصور الوسطى. الرسالة كانت قصيرة لكنها لفتت انتباه كان وديبي وناك. الرسالة كانت غريبة ومفاجأة، فطبعا هما كانوا في حالة صدمة وقعدوا يتساءلوا ازاي حاجة زي كده تظهر على الكمبيوتر. فكروا في الأول إنها ممكن تكون مقلب أو حد بيتلاعب بيهم، لكن في وقتها مفيش إنترنت أو أي وسيلة تخلي حد يخترق الكمبيوتر بالطريقة دي. ومن هنا كانت نقطة البداية. مع مرور الوقت بدأت الرسائل تبقى أكتر وبتزيد في الغرابة. الرسائل كانت مكتوبة بلغة إنجليزية قديمة جدا أشبه باللي الناس كانوا بيستخدموها في القرن 16، وكانت بتتكلم عن تفاصيل حياة شخص اسمه لوكاس وينمان. الشخص ده كان بيقول إنه كان عايش في نفس البيت اللي عايشين فيه كان ودابي، لكن في زمن مختلف تماما حوالي سنة 1520. في الأول لوكاس وينمان كان شايف إن كان ودابي دول شياطين أو أرواح شريرة، علشان من وجهة نظره الكمبيوتر ده كان شيء سحري وغير طبيعي. هو مش فاهم إزاي في صندوق بيتكلم أو بيكتب رسائل. الرسائل اللي بعتها كانت بتوصف حياته اليومية وإزاي هو كان بيواجه مشاكل مع السلطة الدينية في زمنه بسبب كتاباته. لوكاس كان راجل متعلم لكنه كان بيواجه صعوبات في فهم اللي بيحصل معاه ومع البيت اللي بيعيش فيه. وفي لحظة معينة كين وديبي قرروا إن هم يردوا على الرسائل. كتبوا رسالة على الكمبيوتر وسابوها، وفعلا حصل تفاعل. لوكاس رد عليهم واستمر التواصل ما بينهم خلال الكمبيوتر. الرسائل كانت بتوصل دايما بطريقة غريبة، ساعات بتظهر على الشاشة فجأة وساعات تلاقيها محفوظة في ملفات الكمبيوتر من غير ما حد يعرف ازاي وصلت. القصة بعد كده بقت غامضة أكتر وأكتر. الرسائل ما وقفتش عند التواصل مع الماضي وبس، لكن فجأة بدأ يجي لهم رسائل من المستقبل. الرسائل دي كانت بتيجي من شخص أو كيان اسمه 2109، والاسم ده بيعبر عن الزمن اللي جاي منه، سنة 2109. الرسائل كانت مكتوبة بطريقة أغرب كمان، أحيانا مبهمة جدا وأحيانا واضحة، لكنها دايما كانت بتشير إلى إن في مراقبة شغالة للتواصل اللي بيحصل بين كين وديبي ولوكاس، وإن الأحداث دي ليها علاقة بأشياء أكبر من مجرد صدفة. 2109 كان بيقول في الرسائل إنه مش مجرد إنسان، بل نوع من الكائنات اللي بتراقب الأبعاد الزمنية المختلفة، وإن التواصل ما بين كين ولوكاس بيحصل لسبب ما هم عارفينه لكنهم مش هيفصحوا عنه بالكامل. الأغرب إنهم قالوا إنهم عايزين يتأكدوا إن كين وديبي مش هيحاولوا يتدخلوا في الطبيعة الزمنية، وإن كل حاجة لازم تمشي بطريقتها الطبيعية. الغموض زاد وتعمق أكتر لما كين وديبي بدأوا يسألوا 2109 عن هوية لوكاس. ليه هو موجود في الزمن ده؟ وليه البيت ده بالذات هو النقطة اللي بتتلاقى فيها الأبعاد الزمنية؟ الردود كانت غامضة وأحيانا مفيش إجابات واضحة، وكأن في لغز أكبر بيحاولوا يفهموه. طبعا الموضوع جذب ناس كتير جدا من الصحفيين والمحققين وحتى الناس اللي مهتمة بالظواهر الغريبة. في الوقت ده كانت في محاولات لفهم القصة وتفسير اللي حصل، وكان في بعض النظريات اللي حاولت تفسر الموضوع، ومن بينهم نظرية الخدعة. كان في ناس كتير فاكرين إنها مجرد خدعة معمولة من كين أو من حد تاني بهدف الشهرة أو اللعب بعقول الناس، لكن اللي بيضعف النظرية دي هو إن اللغة اللي استخدمت في الرسائل، خاصة اللي جت من لوكاس، كانت قديمة ودقيقة جدا، والكمبيوتر وقتها ما كانش عنده قدرة توليد نصوص بالصيغة دي. إما نظرية الثغرة الزمنية، فهي بتقول إن البيت ده موجود في نقطة خاصة بتسمح بالتواصل بين الأبعاد الزمنية، بمعنى إن في ثغرة زمنية في المكان ده، وده اللي خلى لوكاس وكين و2109 يتواصلوا مع بعض. ده غير ان البعض اقترح ان الموضوع ليه علاقة بالطاقة الروحية او الابعاد المختلفة، وان البيت ده ممكن يكون بوابة او نقطة عبور بين الازمنة المختلفة، وان 2109 ده ممكن يكون كيان من المستقبل والتكنولوجيا بتاعته متطورة جدا لدرجة انه بيقدر يتدخل في الماضي او الحاضر ويتواصل مع الازمنة المختلفة. كين وديبي فضلوا مستمرين في تلقي الرسائل لفترة طويلة، وبعد كده القصة انتهت من غير ما حد قدر يقدم تفسير نهائي. والقصة دي اتحولت بعد كده لكتاب
كتاب مشهور اسمه The Vertical Plane كتبه كين ويبستر بنفسه، بيحكي فيه كل التفاصيل اللي عاشها خلال التجربة دي. لكن لحد النهاردة القصة دي ما زالت لغز غير محلول، وبتعتبر واحدة من أكتر القصص الغامضة اللي جمعت ما بين التكنولوجيا والظواهر الخارقة للطبيعة، واللي لسه بتخلي الناس تفكر هل فعلا في تواصل بين الأزمنة المختلفة ولا ده كله كان مجرد لعبة نفسية. من فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب واستنوني في حلقات وقصص أقوى مما تتخيلوا.